باي مكان اذا ترسوا لك اللفه هيج قاص خاف على روحك. ترى بعدين راح تصفن صفنه قويه مو طبيعيه. لان اللحم العراقي لازم تستخدم ميزان، اذا مو ميزان على المطعم واللفه. سلم لي. اول شيء نجيب الصمون نوزنها نصفرها. ثاني شيء نجيب اللحم نخليها بالصمون، تمام، نرتبها بهذا الشكل. اللحم عراقي خالص حمودي. خل انا اقول لك شيء، انت بكل مكان من يترسوا لك الصمون اللحم ترى والله خاف على روحك عمي. اذا مو ميزان خاف على روحك. اقول لك نصيحه وانا احبك ما اريد يصير بيك شيء. مو مشان صحتك، مشان صحتك مو مشان شيء. نجيب اللفه نخليها هنا. احنا ميزاننا نخلي عليه اللحم 55 الى 60 غرام، تمام. حلو. خليناها 55. نجي ندللها. هاي اللفه انا اسميها لفه الدلال. تدلل بيها روحك، تدلل بيها معدتك، تصرف شويه دلل معدتك بيها. نجي نخلي الطماطه اول شيء، تمام. حلو. وراه شويه نقنقها ببصل، وهنا الطرش شويه. خلينا وهسه هاي لفه الدلال صارت جاهزه. بعد باقي حجي قاسم. اللفه اذا كانت مدلله تحتاج قمه السعاده، وقمه السعاده اللفه العراقي تكون بليه. اكيد. نمطرها هنا بليه. ورا ما مطرناها بليه واللفه صارت جاهزه، والف عافيه عليك. ايش قد سعر لفه القص لحمي؟ سعر اللفه القص اللحم العراقي خالص يمنا فقط ب 3000 دينار. 3000. نعم. واذا يترس لك؟ والله انا خاف على روحك. غير اللحم اكو عندنا قص دجاج موجوده، ما شاء الله، وعندنا روست هم لحم عراقي خالص، وسعر اللفه نفس الشيء 3000 دينار. 3000. واضافه حمودي اقول لك شيء، احنا عندنا هنا شوربه ايزوغالن. هاي الشوربه مجانيه، شوربه تركيه. هذا بكل مكان بفلوس، والناس تشهد بهالشيء. احنا نعطيها مجاني للزبائن. وعندنا فلافل، وحش الطاوه الاسود، وعندنا بتيتا وبرجر. والله اهم شيء النظافه، ما شاء الله عاشقيكم بس شوف النظافه. واكو برجر لحم عندنا، برجر دجاج عندنا. ما شاء الله. والناس حمودي تشتكي تقول مكانكم صغير واكلاتكم محدوده. لا عمي، انت شفت المنيو؟ ما شايف؟ تعال شوف المنيو. اكو بيتزا، اكو بيدا، اكو صاج ايطالي، اكو صاج اعتيادي، كل شيء متوفر. انت اطلب واحنا يمك وتدلل. عنواننا كلش سهل حمودي، عنواننا بكركوك، شارع الاوقاف، قرب محكمه القديمه. اهلا وسهلا بكم كل الاوقات. موجود توصيل من الساعة 9 الصبح لل7 مساء، والمطعم مفتوح من 7 الصبح لل7 مساء، واحنا بخدمتكم دائما وابدا. يا ابو عاشر ايدك على القلب. الف عافية، الف عافية حمودي حبيبي.